في هذا الفيديو جيت غنشارك معكم الطريقه المعتمده عندي واللي ناجحه من اول تجربه ومن اول استعمال. الطريقه ديال لي طاط مالحين حلوين كيجيو رائعين وناجحين. بالنسبه للمقادير غنحتاجو 250 غرام ديال الدقيق، غادي نديرو قبيصه ديال الملحه، وغادي ندير 125 غرام ديال الزبده. من الافضل الزبده تكون نوعيه جيده، ما ديروش الزبده ديال البواطه. غادي ندير معلقه كبيره ديال السكر الخشن. الا كان عندكم سكر ثقيل ديروا معلقه كبيره. هنا عندي صفار ديال البيض. هنا غادي نخدم الزبده مع الدقيق والسكر، غادي نخدمهم هكا، غير غنرملهم غير بايديا، ما تعجنوش نهائيا العجينه، كتخدموا غير بالاصابع ديال ايديكم. المكونات ديالها ساهلين وما كتاخذش لكم نهائيا الوقت، والطريقه ديالها ناجحه. بنفس هاد الطريقه انا غادي نديرهم حلوين. الا بغيتو ديروهم مالحين بنفس الطريقه، غير كتنسموهم بالمنسمات. هنا بعد ما خدمت الزبده مزيان، هنا غادي ندير الصفار ديال البيض والبياض ديال البيض غنحتفظوا به، غادي نخدموا به. غنشارك معكم الطريقه اللي غادي نخدموا به. هنا غادي نواصل في نجمع العجينه. واخا هنا كتبان لكم باللي راها ما مجموعاش، غير كتستمروا حتى كتجمع لكم العجينه ديالكم كامله. كيف ما كتشوفوا راه كنجمعها غير باطراف الاصابع. صافي هنا بعد ما جمعتها مزيان كيف ما كتشوفوا، هنا راه كتبان لكم راه قاصحه، ولكن ما تخافوش منها نهائيا. غادي ندير ليها بلاستيكه. هنا البيض كيف ما شرحت لكم، غادي نشارك معكم الطريقه اللي غنخدموا بها. غنديرها بلاستيكه وغنديرها في الثلاجه نخليها ترتاح. كل ما ارتاحت لكم في الثلاجه كل ما افضل، كتعطيكم نتيجه زوينه. بعد ما خليتها ارتاحت تقريبا واحد 4 سوايع، هنا قسمتها للقطع وغادي نردهم للبلاستيكه. هنا غادي نخدم معكم وحده، ما تخافوش منها تلصق، ما غتلصقش لكم نهائيا. انا غادي نخدم بهذا الاطار يكون كبر من السيركل اللي غتخدموا به الليطه. كيف ما كتشوفوا انا ما طلقتهاش رقيقه، خليتها بين وبين. كيجيو زوينين بزاف وكيجيو مقرمشين، وتقدروا تخدموا واحد الكميه. بالنسبه للناس اللي كيخدموا لي كوموند تقدروا تخدموا كميه اللي هي كثيره وتحتفظوا بهم، ما تيخسروش نهائيا. لاباط ديالهم رائعه. هنا ضروري كتخدموهم غير بالعقل، كتخدموا الجوانب، كتهبطوا العجينه كتخدموا الجوانب باش القالب التحتاني ديال لي طاغ يجيكم فيني. اخر حاجه هي غادي نقاد الجوانب. كنتمنى تكون الطريقه واضحه. الى نال الاعجاب ديالكم الطريقه اللي شاركت معكم
كنتمنى ما تبخلوش عليا بجيم او سبسكرايب وتخلوا لي كومونتير وتبارطاجيو القناه ديالي مع الحباب ديالكم الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. كيف ما كتشوفوا كيجيو رائعين، كيجيو زوينين بزاف. يعني هذه هي الطريقه اللي انا معتمده عندي، اللي كنخدم بها ديما. ماشي غير لي طاقط هاد الصغار، حتى تقدروا ديروا طاقط كبيره. صافي هنا بنفس الطريقه غادي نخدم الثانيه. ضروري هنا باش يجيكم مقادين، ضروري تبركوا عليهم مزيان وتقادوهم مزيان باش فاش تبغوا تدخلوهم للفران ما يتخسرش لكم الشكل ديالهم. يعني داك المشاكل اللي كنت كنطيح فيهم ولا الاخطاء اللي كنطيح فيهم انايا كنحاول نشرحهم باش حتى نتوما ما يطيحوش فيهم وينجحوا ليكم. هنا بالنسبه للشكل الثاني وعندي هذا الشكل حتى هو. صافي هنا بنفس الطريقه غادي نخدم هذا حتى هو. وتقدروا فاش تخدموهم كاملين تحتفظوا بهم في المجمد ليله كامله مباشره. فاش تخليهم كل ما بقاو مده يعني اطول في الثلاجه، ديك الساعه تجبدوهم نيشان، تديروا ليهم هكايا فورشيط ماشي غير من الوسط صافي، وكتدخلوهم الفران. ما تيهبطوش لكم نهائيا، ما كيتخسرش لكم الشكل ديالهم نهائيا. غير هي اهم حاجه فاش تخدموهم تدخلوهم ضروري يرتاحوا في الثلاجه، يا اما في المجمد يا اما في الثلاجه يعني عادي. صافي هنا بعد ما خدمتهم خدمت لي طاغ ديالي كيف ما كتشوفوا كيجي الشكل ديالهم زوين. هنا الشكيلات اللي انايا غادي نخدم هنا غير كميه قليله. صافي هنا بعد ما خرجتهم الفران بالنسبه للطريقه ديال التحمار ديالهم فاش تدخلوهم الفران يجي يطيبوا يعني نص طيبه، كتخرجوهم كدهنوهم بالبياض ديال البيض وشويه ديال السكر ثقيل، بياض ديال البيض وشويه ديال السكر ثقيل باش كياخذوا لكم هذا اللون هذا، وتردوهم للفران باش كيجيو محمر. كيف ما كتشوفوا هذه النتيجه ديال لي طاغ ديالنا اللي شاركت معكم. بالنسبه للحشوه ولا العماره كتبقى اختياريه، تقدروا تعمروهم باش ما متوفر عندكم. هنا عندي كريم فريش بالجبين، عندي غاناج شوكولا، عندي هنايا شوكولا اللي طلعته مع لا كريم فريش، وعندي ميرتيل، وعندي هنايا كريم باتيسري مع بنكهه ديال الحامض. غادي نعمرهم. كانت هذه هي النتيجه، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ان شاء الله في فيديو قادم.